بص يا عم، أنا عايز بنتك تسكن قلبي وجوا تعيش. أنا لفيت الدنيا بحالها، زيها بنتك أنا ملاقيش. عايز بنتك تبقى حلالي، غيرها في قلبي يبقى مفيش. وأنا إنسان دغري وفي حالي، في الدوران واللف مليش. ولا صحبت بنات في حياتي، ولا خرجت على الكورنيش، ولا شربت في يوم سجاير، ولا صحبت صحاب بحشيش، ولا عملت في يوم مشاكل، ولا على جسم سحبني شاويش، ولا خلفت في يوم مواعيدي قلت أنا جاي ورحت مجيش. أنا من الآخر إنسان عادي، بقول اللي في قلبي ولا خبيش. عايز بنتك تبقى مراتي، عالحلوة وعالمرة نعيش. سمعت اللي هتبقى حماتي قالت مرة، ما تقوليش. بنتي تعيش على طول عالحلوة، في قاموس بيتنا المر مفيش. قطعها عمي بكلمة اشرب، قلت الشكر يا عم تعيش. عمي قال لي انت كويس، بس شغلك ما قلتليش، وما جبتش تفاصيل عن عيلتك، ناوي تقول ولا ما ناويش. قلت يا عمي ده كله حقوله، ولو حابب هعمل لك فيش. انا شغال على باب الله، يوم في شغل التاني مفيش، بس الحمد لله مستورة، محدش بيبات من غير عيش. وانا مستبشر خير مع بنتك، هشتغل واعمل تحويش. بس عايزك ترضى الاول، مش عايز يقولوا مرضيش. انا والله مؤهلي عالي، بس شغل في بلدنا مفيش. عمي قال لي انا موافق، سواء كان عالي او معليش، بس انا كمان عندي شروط، بعدها مانع عندي مفيش. قلت يا عمي هات شروطك، بالراحة علي وبشويش. أول حاجة سكن في مدينة، في القرية البت مش هتعيش. 50,000 دول المهر، غير الشبكة وغير النيش، غير الشقة زي القصر، واسعة وبرحة وفيها كرانيش. وبيت النور شيء أساسي، لازم ينور ما يطفيش. بس يا عمي أنا قلتلك كل ده أنا معيش. قال لي يا ابني دي شروطي، غير كده روح وما تلزمنيش. قلت خلاص أنا مش متجوز، ويا روحي روحي ما تحبيش. وانت يا قلبي اياك تتعلق، ما تقولش بحب ما تحرجنيش. انا اقعد بكرامتي احسن لي، من غيرها ما اقدرش اعيش، من غيرها ما اقدرش اعيش. شكرا.